توجه ضباط سوريون كبار إلى الإسكندرية للقاء نظرائهم المصريين. سافرنا على باخرة روسية وبثياب مدنية، وأنا سافرت بجواز سفر مصري مستعار، أخذت اسم جمال حسن. كان الضباط يتظاهرون بأنهم سواح، ولكنهم كانوا يجتمعون سرا لوضع خطة الهجوم وتحديد الموعد. لأنه ب 6 أكتوبر بيكون بصادف يوم عيد الغفران، عيد كيبورا، وفي هذا الوقت اليهود بيكونوا مرتاحين ما بيسووا أي شيء. كان هدف السوريين استعادة هضبة الجولان التي خسروها في حرب حزيران، ولإشغال القوات الإسرائيلية كان لابد من أن تتقدم القوات المصرية عبر سيناء. المصريون خططوا للتقدم مسافة محدودة فقط من أجل البقاء تحت حماية شبكة صواريخهم المضادة للطائرات. فبتدي مظلة حماية للقوات بتاعتنا اللي شرق القناة 10-12 كيلو، ونستعيد من ضعف القوات الجوية بعملية حرب محدودة. طلب قائد القوات المصرية من رئيسه الالتزام بالخطة المرسومة. وبعدين قال ايه؟ طيب نعمل خطة بحيث ان نعرضها على السوريين. فعملنا الخطة بتاعة التقدم الى المضايق دي فقط لانها عشان تعرض على السوريين. وكانت الاتفاق ان يحتل المصريين منطقة المضايق بسبب وقف عملياتية 3 أيام، بيعيدوا التنظيم بعدين بينطلقوا. نحن ايضا نحتل الجولان. صدق السوريون شركائهم المصريين، لكن إغفال الإسرائيليين كان أمرا آخر. كان على القوات المصرية عبور قناة السويس تحت أنظار الجنود الإسرائيليين. في مسافة بيني وبين العدو 180-200 متر، شايفه وشايفني. طب افاجئهم ازاي؟ افاجئهم في النية اخفيها. كنا بنقوم باعمال تدريبية علشان نوع من الخداع للمخابرات الاسرائيلية، تعطي له انطباع ان احنا بنتمرن على الدفاع عن انفسنا ضد هجوم محتمل من الجانب الاسرائيلي. قرر الرئيسان المصري والسوري اخفاء خطتهما عن الملك حسين، وادعيا ان اسرائيل على وشك مهاجمة بلديهما. السادات والأسد والواردباد. السادات والأسد قالا بأنهما قلقان من هجوم إسرائيلي محتمل على سوريا، ويمكن أن يأتي جزء منه عن طريق شمال الأردن. طمأنتهم بأن الأردن لن يستخدم في الهجوم على أحد. الملك حسين كان يشك في الأمر. في المرة السابقة عندما دخل الحرب إلى جانب مصر وسوريا خسر أراضي واسعة. استقل الملك حسين طائرته سرا وتوجه للاجتماع بالعدو رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير. كنت قلقا وخائفا من أن حالة لا حرب ولا سلم ستؤدي بنا إلى مصاعب جدية. الموضوع الوحيد الذي أثاره الملك حسين في ذلك الاجتماع كان تحذيره من احتمال قيام سوريا ومصر بشن هجوم على إسرائيل. استقبلت جولدا مائير الملك حسين على انفراد. رئيس الاستخبارات الإسرائيلية الذي كان يستمع سرا إلى الحديث المسجل لاحظ أنها لم تأخذ الأمر بجدية. لم تأخذ هذه المعلومات على أنها موثوق بها 100%، لأن الملك حسين لم يكن متأكدا بنفسه 100%. لقد كانت قوية وكانت عنيدة في موقفها. ورفضت رئيسة الوزراء الإسرائيلية تغيير مواعيدها السابقة. إسرائيل لم تتخذ أي إجراء وقائي. الهجوم كان يوم السبت 6 أكتوبر، وانا يوم الجمعة رحت عملت زيارة للجبهة، وقفت على الحافة الغربية للقناة وبصيت لقيت مفيش اي
حاجة توحي بان العدو حس بالعملية الهجوم الثاني. فكنت مبسوط جدا لدرجة ان انا بعد ما جيت قلت للرئيس السادات، قلت حتى لو عرفوا دلوقتي ما يهمنيش. لم تقتنع المخابرات الإسرائيلية بأن مصر وسوريا ستشنان هجوما خلال ساعات قليلة إلا في فجر اليوم التالي، عندما كان اليهود يزورون معابدهم للاحتفال بعيد الغفران الكبور. سمع الإسرائيليون نداء السلاح من الإذاعة ومن رجال الدين في المعابد. في الساعة 2 بعد الظهر، وبينما كان المدنيون يتقدمون لتسجيل أسمائهم على لوائح التجنيد، فتحت مصر النيران على القوات الإسرائيلية. والقوات ابتدت تعبر القناة، كانوا بنادي الله أكبر الله أكبر، وهم من الضفة الغربية للضفة الشرقية، كنوع من الإيمان أنهم مصممين على القتال، تحط العلم المصري على سيناء نفسها. في الساعة 6 قلت لرجالي في غرفة العمليات: مبروك، الإسرائيليون فقدوا توازنا. دحر المصريون القوات الإسرائيلية في قناة السويس، وفشلت المقاتلات الإسرائيلية في اختراق شبكة الصواريخ المصرية. وتقدم المصريون 12 كيلومترا في سيناء، وتوقفوا عند الحدود التي تحميها صواريخهم حسب الخطة. وفي الشمال كان الهجوم السوري مفاجئا، واختل توازن إسرائيل كذلك، وزحفت 600 دبابة سورية على الدفاعات الإسرائيلية في هضبة الجولان. لم نكن مستعدين اليوم، جئنا من بيوتنا، كنا في إجازة يوم كيبور. الجنود النظاميون فقط كانوا هنا. كان وقتا عصيبا، غير مسموح لنا التحدث عن الإصابات. علينا مواصلة القتال بشجاعة كشعب يقاتل من أجل حياته، ونحن نقاتل من أجل حياتنا. وبدت هزيمة إسرائيل مؤكدة، ولكن في اليوم الرابع واجه السوريون قوات إسرائيلية كبيرة، فقد استطاعت إسرائيل نقل بعض قواتها إلى الجبهة السورية بعد توقف تقدم الجيش المصري في سيناء. طلب الرئيس الأسد معرفة سبب توقف المصريين عن التقدم في سيناء كما كان الاتفاق. رئيس الأسد كان يتكلم مع الرئيس السادات أنه نحن ما لنا متفقين على هذا الشيء، وكان طبعا السادات يقول يراوغ في الإجابة. ولجأت سوريا من دون التشاور مع مصر إلى الاتحاد السوفيتي طالبة أن يتدخل. موسكو أوفدت رئيس وزرائها إلى القاهرة بزيارة عاجلة. رئيس الوزراء كوسيجين سأل السادات لماذا لم يستمر في تحرير أراضي صحراء سيناء والذي بدأه بكل ذلك النجاح. لم يكن راضيا أبدا عن حديثه مع السادات. استجاب السادات لضغط السوفييت، وأصدر أوامره بالتقدم رغم اعتراض قيادته العسكرية.